من 4500 سنة اتبنى أعظم مبنى في التاريخ. لا ده كمان اتبنى من غير تكنولوجيا. المبنى ده يا عزيزي هو الوحيد اللي لحد دلوقتي موجود من عجائب الدنيا السبعة. من 4500 سنة مبني، والناس بتيجي لحد دلوقتي تتذهل بيه وتستغرب هما ازاي بنوه وازاي عملوا الكلام ده من غير تكنولوجيا. النهاردة يا عزيزي هنتكلم عن أهرامات الجيزة. ازيك يا عزيزي، اتمنى تكون بخير. من 4500 سنة القدماء المصريين عملوا معجزة. لحد دلوقتي العلماء مش عارفين يتأكدوا من سبب معين. تخيل يا عزيزي هرم خوفو ده متكون من 2 مليون حجارة، والحجارة الواحدة تقارب تقريبا 2 طن. هما ازاي عملوا كده اصلا؟ في 3 نظريات، والنظرية الأخيرة هتصدمك واستحالة ممكن أنت كمان تصدقها. ولكن يا عزيزي قبل ما نبدأ، أنت دلوقتي مش مشترك في القناة، فتشترك في القناة وتصلي على النبي ويلا بينا. النظرية الأولى المنحدرات. كانوا بيعملوا منحدرات كبيرة رمل زائد طين. طيب هما كانوا بقى بيعملوا ايه بقى بالمنحدرات دي؟ كانوا بيحطوا الحجارة عليها ويسحبوا الحجارة باستخدام الحبال، وده كان بيسهل السحب أو بيسهل الكتلة أو كده. طب الدليل على كده إيه؟ إن كان في رسومات بتوضح سحب التماثيل بنفس الطريقة. النظرية التانية هي المياه. كانوا بيرشوا مية ورمل على الحجارة ويسحبوها، ودوت كان بيقلل الاحتكاك. هما كانوا عباقرة بقى جدا 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 فوق ما تتخيل. بالدليل عرفوا الحساب والهندسة، وكمان وجهوا الهرم بدقة ناحية الناحية الشمال، وعملوا الهرم بشكل ثابت آلاف السنين. نيجي بقى لأغرب نظرية. في ناس بتقول إن المصريين القدماء كائنات فضائية هم اللي ساعدوهم في بناء الأهرامات. طب الكلام ده مثبت علميا؟ لا. يبقى الذي يقدم بدون دليل يرفض بدون دليل، وإن المصريين القدماء لوحدهم هم اللي بنوا الأهرامات. وفي النهاية يا عزيزي عايز أقول لك إن لغز الأهرامات أو بناء الأهرامات مش مستحيل، ولكن الإنسان يقدر يعمل المستحيل اللي أنا بقوله ده. طيب يا عزيزي، أنت لو وصلت لحد هنا من الفيديو فانت عليك ان تعمل اشتراك وتصلي على النبي وتوحد الله. واشوفك الفيديو الجاي يا عزيزي. سلام عليكم.